أهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة هنتكلم فيها على حاجة واقفة بين الحياة والموت، حاجة صغيرة جدا بس مليانة أسرار. الفيروس. في الطبيعي احنا متعودين نصنف أي حاجة حوالينا، ده حي، ده ميت، نبات، حيوان، جماد وهكذا. لكن بالنسبة للفيروس الوضع مختلف، احنا مش قادرين نحدد هو كائن حي ولا ميت. الحقيقة ان احنا محتاجين نفهمه كويس عشان نعرفه ونقدر نواجهه. الفيروس مش خلية، مش كائن كامل، وما بيعرفش يعيش لوحده. اقرب حاجة ليه رسالة صغيرة جوه اي خلية، مكتوبة بطريقة معينة بتقول اعمل مني نسخة تانية. وده بالضبط اللي بيخلي الفيروس مختلف، محتاج خلية مضيفة عشان تقدر تنفذ تعليماته. التعليمات دي علشان نفهمها لازم نعرف حاجتين، ان عندنا حاجة اسمها الجينوم وحاجة تانية اسمها المادة الوراثية. الجينوم ده عبارة عن دفتر تعليمات كامل، زي دفتر ملاحظات او بلوك نوت، بيبقى مكتوب فيها التعليمات الخاصة بالكائن الحي. اما المادة الوراثية هي المعلومات اللي موجودة جوه الدفتر ده. فبالتالي الجينوم هو اللي بيحدد شكل الكائن وطريقة حياته وازاي بيتكاثر عن طريق المادة الوراثية او المعلومات اللي موجودة جواه. المادة الوراثية دي بقى ليها شكلين، الدي ان اي والار ان اي. الدي ان اي هي النسخة الثابتة اللي بتحفظ المعلومات الأساسية طول الوقت، اما الار ان اي فبيعتبر النسخة السريعة، موجودة عشان تنفذ التعليمات فورا وتخلي الفيروس يتصرف بشكل سريع. يعني كل واحد ليه وظيفة مهمة علشان الفيروس يقدر يعيش وينتشر ويتكاثر. فيروسات الدي ان اي والار ان اي بعضها بيكون سهل وبسيط، لكن في جزء منها بيكون معقد جدا. فيروسات بتستهدف انواع مختلفة من الكائنات الحية، نباتات وحيوانات وحتى البكتيريا كمان. بعض فيروسات الار ان اي بتتكاثر بشكل سريع جدا وعندها معدل طفرات عالي، لكن فيروسات الدي ان اي بتكون نسخ المعلومات اللي موجودة عندها بتكون ادق. كل نوع من انواع الفيروسات دي ليه طريقة في النسخ وفي تجميع النسخ وفي اختراق الخلية. الفيروس مش بس بيتكاثر بالانقسام زي الخلايا، ده كمان بيستخدم الخلايا المضيفة، وده عن طريق دخول الخلية وفك الغلاف الخارجي ليها وتحرير المادة الوراثية اللي موجودة جواه، وبنبتدي يستخدم بعد كده الخلية عشان تعمل نسخ منه، وبعدين يجمع النسخ دي ويطلع النسخ الجديدة كلها عشان تهاجم خلايا تانية. وزي ما قلنا كل نوع فيروس ليه اسلوبه الخاص في كل خطوة من الخطوات اللي احنا قلناها دي. هنا بقى بيجي دور الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بيبقى عامل زي الجيش، بيكتشف وجود الفيروس الجديد ويبتدي يهاجمه قبل ما يتكاثر. وكمان اللقاحات بتعلم الجيش او الجهاز المناعي ازاي يتعرف على الفيروس قبل ما يصيب الجسم. لكن بعض الفيروسات زي الانفلونزا او التهاب الكبد الوبائي بيقدروا يتهربوا، وده اللي بيخليهم بيسببوا امراض مزمنة. فهمنا الدفاع، تعالوا نشوف الفيروسات المتطرفة ممكن تكون عايشة ازاي. بعض الفيروسات والبكتيريا بتعيش في حرارة عالية جدا وفي تلج متجمد وممكن ملوحة شديدة وحتى إشعاع قاتل. قلنا الجهاز المناعي بيحافظ على الجسم ضد أي فيروس ممكن يهاجمه بطرق مختلفة زي ما قلنا، لكن الفكرة كلها إن مش كل الأعداء بيكونوا بنفس الشكل ولا بنفس درجة الخطورة. يعني في فيروسات عادية، لكن في حاجة اسمها البريونات أو البروتينات المعدية. البريونات والبروتينات المعدية دي جزيئات بروتين معدية، مش فيروس ولا خلية، لكنها بتقدر تغير البروتينات الطبيعية لأجسامنا وتسبب أمراض خطيرة، يسبب مشاكل في الحركة والتوازن، صعوبة في المشي، مشاكل في النطق والتنسيق، وكمان تغييرات سريعة في الشخصية وفي التصرفات. وزي ما قلنا ان الفيروسز بيكون فيها درجة تخصص، يعني في فيروس بيكون متخصص في إصابة النباتات، في واحد تاني إصابة الحيوانات، وفي كمان للبكتيريا. والفيروس المتخصص لإصابة البكتيريا بيكون اسمه العواثي أو البكتيريوفاج، ده بيهاجم البكتيريا من جوه ويخليها تعمل نسخ منه بسرعة جدا. بس البكتيريا عندها نظام خطير للحماية، النظام ده اسمه كريسبر. بواسطة نظام كريسبر والإنزيمات بتبتدي تحتفظ الخلية بذكريات عن الفيروسات السابقة اللي هاجمتها قبل كده وتوقف شغلها قدر الإمكان وتحد من إن هي تقدر تعمل نسخ جديدة ليها. كل اللي احنا قلناه ده بيعرفنا قد ايه الفيروسات ممكن تكون خطيرة، بس المعلوماتكم مش كل الفيروسات ضارة. في فيروسات ممكن نستخدمها في العلاج الجيني مثلا، يعني العلماء ابتدوا يستخدموا المادة الوراثية اللي موجودة جوه الفيروسز وعملية او سهولة انتقالها وسرعة انتشارها من مكان للتاني، وعملوا عملية استئصال للجزء المؤذي في المادة الوراثية ليها، وابتدوا يحقنوها بمادة او يحقنوها بالحاجات معينة هم عايزين يستخدموها
يستخدموها في العلاج عشان ينتجوا عدد كبير جدا من الخلايا اللي تقدر تساعدهم في العلاج. وطريقة العلاج دي اسمها العلاج الجيني، عن طريق نقل الجينات جديدة لخلايا معينة جوه جسم الإنسان ممكن تكون مصابة أو يكون فيها أي ضرر. وكمان تكنولوجيا النانو، لأن حجم الفيروس ساعد العلماء إن هما يستخدموه في صناعات دقيقة جدا. الفيروسات كمان استخدمت كأسلحة بيولوجية زي فيروس كورونا. لكن بشكل عام الفيروسات مش بس أمراض، هي كائنات واقفة على الحدود بين الحياة والموت، بتعلمنا إن الحياة أوسع وأذكى من أي حاجة ممكن نتخيلها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.